السلف تلف والرد خساره. في فكره اقترحها مجموعه من الاقتصاديين لحل مشكله الموازنه العامه. انت عارف دلوقتي ان احنا عندنا مشكله في الموازنه العامه، وهي ان الدوله تاخد قروض من المواطنين. بمعنى لو انت حاطط مثلا فلوس في البنك تاخد منك 5% هتستلفهم بعد كده هترجعهم لك بعدين. ايه رايك في الفكره دي؟ ده كله ده حرام طبعا. يا ريت يبقى حلو بقى احنا حتى نخدم بلدنا بايدينا يعني. 5% كويس. لو كل واحد يعني هيساهم ب5% بس، ما في ناس كتير قوي ما عندهاش 5% ديت، هتعمل ايه؟ يعني انت لو عندك فلوس في البنك ما عندكيش مشكله ان الدوله تروح واخده منهم 5%، بس ترجع ال 5% تاني. الدوله هتاخد من المواطن 5% من وديعته اللي محطوطه في البنك كقرض من المواطن، يعني عشان نحل مشكله الموازنه العامه. ايه رايك في الفكره؟ فكره جيده، ولكن في بموافقه الناس ولا اجباري؟ فاشله تماما. بس عادي، ياما الناس خدت قروض من الدوله والدوله سلفتها. طب ايه المشكله دلوقتي لما الدوله تستلف مننا والدوله هترجعها لنا بفوائد؟ تفتكر لو الدوله تعثرت في سداد قسط معين من القرض اللي هي خدته من الدوله تعثرت في سداد قسط معين من القرض اللي هي خدته من الشخص ده، المواطن يتصرف معاها ازاي؟ عادي ريلاكس خالص وما ياخدش القروض دي، لان اصلا يعني بلدنا دي ادتنا كتير. وياما خدنا قروض من البنوك. ما خدنا قروض من البنوك، وياما ناس خدوا قروض وهربوا بيهم. البلد ما بترجعش حاجه، البلد المفروض اللي احنا البلد تدينا، مش احنا اللي ندي البلد. بالنسبه للناس اللي بتحط فلوسها في بنوك، لو الدوله استلفت منهم القرض ده وبعد شويه يعني تعثرت ان هي تسدد لهم، تفتكر يعملوا معاها ايه؟ لا عادي، ده شيء جميل يعني، لا هنساعد بلدنا. احنا ما استلفناش منها حاجه، احنا لحد دلوقتي ما خدناش حاجه، احنا بنخسر بس. الدوله مزنوقه ما نسلفهاش؟ لا ما نسلفهاش. امتى الدوله ساعدت واحد مديون غير في السجن؟ وانا عندي اساسا ال5% مش هديهم لها اساسا، عشان عارف ان هم مش هيرجعوا. مصر بتعيط قوي دلوقتي. لا مش هديلها. انت ما سمعتش الاغنيه بتاعت ما تقولش ايه اديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. ما تقولش ايه اديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. هي مصر بتقول لك اديني بقى. ده كلام بس، اما فعل ما فيش. يعني انت ما معكش اي فلوس في البنك؟ لا طبعا، ده مش انا بس، ده بنسبه 80% في الشعب المصري كله. طب انت عندك كام في البنك؟ انا كتير، بس من كتر الفلوس ما اعرفش احسب. ايه الضمان اللي ممكن المواطن ده ياخده على الدوله عشان ترجع له الفلوس؟ يعني مثلا يكون في اي مستند مثلا يضمن حقه. يعني مثلا رئيس الوزراء يبقى مثلا بيمضي على كمبيالات للناس عشان يعرفوا يرجعوا لهم، يعني ممكن ايه الضمان؟ بقول لحضرتك اي مستند يعني يضمن حقه خلاص. يعني مثلا ممكن نمضي رئيس الوزراء على كمبيالات، نمضيهم على شيكات بشكل شخصي بقى، يعني اللي هو لو حصل اي حاجه نشحططهم في المحاكم. هم كده كده مش شحطاطين من غير الكمبيالات بتاعتنا. ممكن يبقى مثلا قرض بضمان مثلا شخصي لرئيس الوزراء، او مثلا يبقى في امضاء على كمبيالات من الدوله ليكي. يعني قولي ممكن ايه الضمانات اللي تضمن لك؟ الدوله ما تضمنياش في حاجه اليومين دول بصراحه. يعني عموما لو ضاع والمجلس والناس اللي ماسكه اصلا ما تضمنش. هتاخدي ضمان ايه؟ ما هم اللي بياخدوا اصلا عليكي ضمان، انت هتاخدي ضمان ايه؟ ما هو احنا ده بقى بنفكر ناخد مثلا كمبيالات على رئيس الوزراء. يعني قولي ممكن ايه اللي نعمله؟ ازاي ما يكون رئيس الوزراء اصلا تاخدي ازاي عليه يعني؟ وهم كلهم. يعني انت لو رحتي البنك الصبح لقيتي ان هو ناقص 5%، كنت حاطه 100,000 جنيه لقيتهم ناقصين 5000 جنيه، هتتصرفي ازاي؟ ما هم لو نقصوا بقرار مني اوكي، انما لو نقصوا هو ده هيبقى قرار اجباري ان الدوله هتاخد 5% قرض من المواطنين. اجباري؟ لا طبعا ما ينفعش. عملوا القانون وخدوا منك 5% من كل الفلوس، وابتدت ان هي خلاص هترجع فلوس المواطنين فعلا، بس تعثرت في سداد قسط معين. تفتكري ممكن نتعامل معاهم ازاي؟ لا هو مش الموضوع مش هيبقى سلمي قوي كده، هي يعني الناس متاخد منها فلوسها من البلد، يعني متخيله الغوغائيه، يعني الناس هتروح تضرب الوزير في بيته. انت دلوقتي اتكلت على قفاك وخدوا منك ال 5000 جنيه غصب واقتدار. لا في بنوك بقى نكسر في البنوك. البلد كلها بتدور على الاصابع الخارجيه، احنا من جانبنا دورنا ولقينا 3 اصابع وضفرين. حضرتك سمعت ان المخابرات الامريكيه بتتجسس على الفيسبوك وانهم هددوا مارك بالاغتيال؟ لا. المخابرات الامريكيه بتتجسس علينا من خلال الفيسبوك وانهم هددوا مارك بالاغتيال؟ طبعا فعلا سمعت الكلام ده وقريته فعلا على الفيسبوك من اصدقاء زمايلنا وكده. سمعتي ان المخابرات الامريكيه بتتجسس علينا من خلال الفيسبوك وانهم هددوا مارك بالاغتيال؟ لا. سمعت موضوع ان المخابرات الامريكيه بتتجسس علينا من خلال الفيسبوك؟ لا ما سمعتش عنه قبل كده. سمعت ايه؟ سمعت ان هم بيتجسسوا على الاخبار بتاعت مصر من خلال الفيسبوك. تفتكر ان ده ليه علاقه بالاصابع الخارجيه؟ اصابع خارجيه؟ موضوع المؤامره ده موجود، بس يعني احنا طول عمرنا كده، يعني ايه الجديد؟ ده ليه علاقه بالاصابع الخارجيه؟ اكيد.
طب ده ليه علاقه بالاصابع الخارجيه؟ طبعا. ايه بقى علاقته بالاصابع الخارجيه؟ الناس بتهدد امن مصر. في جروب اسمه لف البفره واتكلم شفره، اقترح فكره ان احنا نتكلم بلغه السيم. ايه رايك في الفكره دي؟ اختراع جميل طبعا، يا ريت نطبقه بس. لف البفرة؟ واتكلم شفره. لا طبعا. فكرة جميلة، بس الهدف ايه يعني؟ الهدفها يعني لإيه؟ احنا نتكلم ما بين بعضينا بالسيم عشان ما حدش يفهمنا. ايه رايك في الفكره دي؟ فكره كويسه. والله انا متهيالي يعني في مثل بيقول اللي بيزمر ما بيخبيش دقنه. تفتكر ايه السيم اللي ممكن نتكلم بيه؟ اللي هو لغه الذهب. مفيش مشاكل، حلو. لا اله الا الله، ما كنتش خاف على بلدي. انا بقول لحضرتك خاف على مين؟ في كذا حاجه، ممكن لغه العوالم، لغه الحلاقين، في لغه الجزارين، في لغه بتوع الذهب. تفتكر ايه السيم المميز اللي ممكن نتكلمه ما بين بعضينا ومحدش يفهمه؟ لغه النوبيين بس محدش يعرفها كتير. سلاها مندولين. حلو السيم ده. حلو السيم ده؟ لا ما اعرفش عنها حاجه دي. كلمه توجهيها لمارك اللي وقف قدام CIA ورفض يديهم الباسوردات بتاعه العرب، تقولي له ايه؟ والله اشكره. انا بشكر مستر مارك على اللي هو عمله معانا وربنا يبعد عننا الامريكان. شكرا يا مارك ان انت وقفت مع مصر واهل مصر. هو طبعا كده يعني يعتبر امين على اسرار الجروب بتاع الفيسبوك وعلى اسرار الاصدقاء مع بعضيهم. كلمه توجهها لمارك اللي هو عامل الفيسبوك كنوع من التشجيع، لان هو وقف ضد CIA ومنع ان هم يتجسسوا على الاكونتات بتاعتنا. مارك الله يكون في عونه. لو فضلت واقف على طابور البنزين 4 ساعات وبعد ما وصلت للراجل قالك مفيش بنزين، ايه اول كلمه هتيجي على بقك؟ ايه اول كلمه بتقولها بعد ما تقف 4 ساعات على طابور البنزين واول ما توصل يقولك مفيش بنزين؟ بقول اللي هم طبعا كلهم وبيخزنوا الجاز والبنزين واحنا مش لاقيين اي حاجه خالص. كل الشعب بيعمل كده مش انا بس، وربنا يصلح حال البلد. ما عنديش عربيه. بعد ما تقف 4 ساعات في طابور البنزين واول ما توصل يقولك مفيش بنزين. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بتشتمش؟ اقول لهم ربنا ياخدهم كلهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيسرق بنزين مصر. اول كلمه بتقولها لما تقف 4 ساعات على طابور البنزين وتوصل يقولك مفيش. هبتدي اضربه. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخرب بيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. لو فضلت واقف في طابور البنزين 4 ساعات واول ما وصلت عند الراجل قالك مفيش بنزين، اول كلمه هتقولها تيجي في مخك ايه؟ بقل ادبي. ايه بقى بتقول ايه؟ هو ما ينفعش برضه لان الالفاظ هتبقى سوقيه شويه. هتبقى شتيمه لان بتحصل معانا كتير. احنا بنفضل واقفين بالخمس 6 ساعات وبنوصل على الطرمب يقول لك شطابه جاز. تقول لهم ايه بقى؟ لا بغلط وبقل ادبي يعني، والفاظ ما تتقالش. احنا كل ده كنا بنهزر بجد؟ والله العظيم حاجه جميله جدا. ينفع نذيع؟ ينفع طبعا. اتفضل ازاي؟ كل ده كنا بنهزر بالذمه والله. والنعمه. حسبي الله ونعم الوكيل برضه. طب ينفع نذيع؟ خلاص بقى سيعي. كل ده كنا بنهزر. احنا كل ده كنا بنهزر. بتهزر؟ لا. ينفع نذيع؟ ازاي؟ احنا كل ده كنا بنهزر. بنهزر؟ ينفع نذيع؟ زيحي حاجه زيحي. ينفع نذيع؟ عاوز زي عادي. شكرا. زيها. مبسوط بالهزار ومبسوط كمان بوقفة حضرتك. ممكن نذيع؟ والله براحتكم، يا ريت تذيعوا عشان الهزار يقلب بجد والناس تخاف ربنا. كل ده كنا بنهزر. والله طيب. حاجه اسمها ياخدوا منك 5000 جنيه كده؟ والله بتهزروا بجد؟ ينفع نذيع؟ اوكي كل سنه وانتم طيبين. ينفع نذيع؟ ينفع نذيع. احنا كنا بنهزر، ممكن نذيع؟ زيعي.